السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف لازم، والنهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. بقالنا كتير جدا يا جماعه مصورناش، طبعا والله العظيم غصب عني. انا بقالي بتاع 5 شهور في شرم الشيخ، فانتوا عارفين بقى هناك ما بعرفش اصور وبتاع. ناس كتيره بتسالني وناس كتيره بتقعد على الانستجرام تبعت لي، بس والله العظيم انا اسف. يعني مش عارف والله، يعني ممكن الواحد ما يعرفش يعتذر عن حاجه شبه كده، ولكن يعني سامحوني، ده اللي حصل يعني، فاهمين؟ ماشي يا جماعة، النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن شغلي في شرم الشيخ، وإزاي رحت ورحت ليه، والحاجات اللي بواجهها وواجهتها هناك، وعرفت إيه هناك جديد عن هنا. هنناقش كل دوت وهندردش كده مع بعض زي ما انتم متعودين. انتوا عارفين ان انا مش مفيش سكريبت، احنا بندردش مع بعضينا. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. ماشي يا جماعة، خلينا كده نبدأ بقى في البداية. يعني أنا بحكي لكم والله من منطلق إن أنا إيه، يعني انتوا اصدقائي، بكلمكم على سبيل ان انتوا اصدقائي. انا والله العظيم بحب بس ان انا ايه، ادردش، ويمكن من الافكار اللي بنطرحها يمكن حد يعني ربنا يكرمه بحاجه، او ينور في دماغه فكره، الله اعلم. وربنا يجعلنا سبب كده كده ان شاء الله باذن الله. انا والله كنت شغال في اسكندريه عادي من البدايه بقى خالص، كنت شغال في مطعم. سافرت القاهره وجيت واشتغلت هنا في كافيه وبتاع. ولكن زي ما تقولوا يعني رضينا بالهم والهم مرضيش بينا. يعني بعد شغل كتير جدا لقيت إن المرتب صعب، وانا يعني خلاص بقى عديت مرحله ان انا بساعد نفسي، لا ده انا بساعد البيت كمان. فشغل اسكندريه مش نافع، ال 2000 جنيه وال 2800 جنيه وال 3000 جنيه ما بقوش نافعين. وهنتكلم بقى عن موضوع مرتباتنا ان شاء الله في فيديو تاني والمشكله الصعبه دي اللي احنا كنا بنعدي بيها. قعدت 20 يوم في البيت مش عارف اعمل ايه، اكلم صاحبي ايه معاك حاجه؟ مفيش. الناس القديمه اللي كنت شغال معاها لا والله مش عايزين. اللي مش عارف ايه لا والله العظيم مفيش. وبقالي 20 يوم قاعد عمال بصرف في الفلوس اللي مش موجوده اساسا، واخدين بالكم؟ وكده كده انا كنت مسافر القاهره قبل كده، فقلبي جامد ان انا ايه اطلع بره تاني، طب ما اشوف بتاع. والله دخلت على الفيسبوك، اعلانات اعلانات اعلانات، وهتسافر وهتاخد 500 مليون جنيه في الشهر وبتاع، والكلام بقى يقولك البحر طحينه. طبعا يعني عارف الكلام ده كله، وعارف ان كل ده نصب، واخدين بالكم؟ بس قلت ايه، ارقام نرن عليه. كلمت فعلا الناس، عملوا لي بقى البحر 100 الف طحينه، واخدين بالكم؟ كلمتهم قالوا لي تعالى لنا في القاهره ومش عارف ايه، رحت لهم. وبصراحه من اول ما دخلت المكتب اللي هم بيقولوا عليه مكتب ده، وهو ايه يعني، تحسه وكر او مثلا ايه، معقل عصابه، ولا يمثل اي حاجه ليها علاقه بالشغل بصله. شكله بشع جدا، والناس اللي قاعده مش عارف مالها. قعد كلمني، كانوا كاتبين ان هم حاجزين لنا ومش عارف ايه، ولا حاجزين لنا ولا حاجه. قال لي معلش روح على حسابك، واحنا ما حجزناش. اداني ورقه كده لا تسوى شيء، قال لي بديها لهم في الفندق. ركبت وانا بصراحه خايف، ان انا خايف مش عارف انا هعمل ايه ولا هروح فين ولا. وشرم اللي هي الحته مثلا اللي هي تتجول فيها، لا ده هي شغل يا سياح شغالين. مفيش بقى مناطق زي اي محافظه عاديه، فاهمين؟ ليها طابع خاص يعني شرم والاماكن السياحيه دي بالذات. توكلت على الله وسافرت. عديت من الكمان، كانوا مديني ورقه تصريح امني كده برضو مش عارف مضروبه ولا ايه، بس هي عديت كده كده مش عارف بقى والله العظيم، بس انا عديت. نزلت يا جماعه فين الفندق الفلاني اهو، واخدين بالكم؟ انا وصل والله العظيم، وصلت شرم معايا 100 جنيه في جيبي. حرفيا وصلت شرم معايا 100 جنيه في جيبي وقلت بقى أنا كده كده هشتغل عادي بقى، ربنا هيكرم ان شاء الله، مش مشكله، نيجي على نفسنا شهر لحد ما نقبض وربنا يبقى سويها. السلام عليكم يا فندق يا اللي في الورق. انا كان معايا شركه، الراجل اول حاجه مسك الورقه طبقها رماها، قال لي والله ما احنا ما بنعرفش شركات. الكلام ده يا ابني كله هاكس، وياما ناس بتجن على الحوار ده. قلت له طب يا عم عشان خاطري بعيدا عن الورق وعن الشركه، انا عايز اشتغل. انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعرف اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عايزين حد؟ قال لي طب استني كده 10 دقايق بره. استنيت نص ساعة بره لحد ما نادى عليا، قال لي والله انت زي الفل ومحترم، بس احنا مش عايزين حد. طبعا سمعت الكلمة دي وانا صارف اصلا اخر فلوس كانت معايا، قلت لابويا ان انا صرفتها، عملت بيها الورق والبتاع. قلت يابا ان شاء الله ربنا هيرزق وايه، وربنا هيكرمني باذن الله. ما ينفعش ارفع عليه السماعة بعد كام ساعة اقول له لا والله ده اتنصب عليا، وكل ده في الفاضي. رحت سألت في فندق والتاني وعشر فنادق، وبت في الشارع ان حد يشغلني عشان انا طالب. مفيش الا بقى لما رحت الفندق ده اللي شغال فيه حاليا، رضيوا يشغلوني وبتاع، هما بيشغلوا طلبة عادي ومش عارف ايه. الفندق يعني متوسط الحال. اشتغلت فيه شهر، ولقيت الدنيا الحمد لله كويسة، ما رضيتش بقى ان انا انزل اجازات. قلت لا ده انا احوش ملمين عشان ايه، اعدل من ظروفنا شوية. قعدت بتاع 5 شهور هناك. ال5 شهور هناك دول اتعلمت بصراحة حاجات كتيرة جدا. يعني انا في العادي بيبقى ايه، ببقى محرج من الناس.
يعني انا اتكلمت مع ناس كتير واتعاملت مع ناس ياما ومديرين وبتاع، ولكن برضو انا عندي حته ان انا ايه، برضو ايه يعني بتكسف شويه يعني من الكلام مع الناس، مش بحب ان انا ايه اتكلم. لقيت ان انا في وضع ان انا لازم اتكلم بقى مش مع ناس، مع اجانب بقى، ان انا بتعامل مع اجانب ومصريين ومديرين ومش عارف ايه. لا ده انا لازم بقى ايه، ربنا يكرم. قعدت 7 ايام بالظبط مش عارف اعمل اي حاجه، قسما بالله قعدت اسبوع ولا عارف اشيل اللي هو البتاع الكبير ده اللي بيشيلوا عليه، طاوله كده كبيره، مش تريه صغير، لا طاوله كبيره كده سودا بيشيلوا عليها الاطباق، مش عارف اشيلها. ودراعي اتمزق اصلا اول ما رحت، مش عارف ايه اللي حصل كده، اول يومين لقيت دراعي اتكسر. سبحان الله. كنت يعني بقعد مع نفسي بصراحه بعيط، اللي هو يا رب هون، يا رب انا عايز اكل عيش. كنت بربط ايدي وبنزل وايه، ومع الايام والوقت اول شهر بقيت احسن، تاني شهر خدت على الدنيا، بقيت بتجول براحتي، تالت شهر خلاص بقى روتين، قايم عارف انا هعمل ايه، وانام وهقوم عارف انا هعمل ايه، خلاص بقيت سيركل محفوظه. طالما الشغل بقى سيركل انت حافظها وعارف انت بتروح بتعمل ايه وبتسوي ايه، خلاص اتعلمت بقى السرفسه والحاجات. ولكن اللي عايز يروح يشتغل في شرم لازم يبقى عارف الحاجات دي. يعني الواحد بيتعامل هناك مع مشروبات غير بريئة، مش عايز اقول بس الاسم التاني في الفيديو، مشروبات غير بريئة، بتشوف ناس سياح بيلبسوا براحتهم جدا، حاجات كتير. فانت لو بعدت عن ربنا او بتاع، خلاص بقى كده انت عمال بتحوش في ذنوب. انا ربنا يعلم كنت على قد ما اقدر بحاول اتلاشى، بحاول ابقى في حالي، ما انغمس، ما بصش، ما اعملش. ولكن برضو المغريات هناك ايه كتيرة، واخدين بالكم؟ فيعني ربنا المستعان، وان شاء الله نلاقي حاجه احسن. ولكن انا بس بنقول لكم تجربتي. لو انت رايح تبع حد تعرفه روح، شركه اعلانات كلام من ده كل ده فاشل، وبينصبوا على العيال وبياخدوا فلوسهم، اديني بقول اهو. اي شركه في التليفونات على النت على الفيسبوك على مش عارف ايه، كل ده نصب وملوش اي 30 لازمه، وهتتفرهد وتدفع فلوس على الفاضي. فخليك قاعد في بيتكو احسن، بلاها شرم يا عم، شوف لك اي حاجه اكرم لك، فاهم انت؟ هتروح انا قسما بالله قعدت 3 ايام ببات في كمان الامن. يا عم يا بتاع الفندق ما شغلتنيش، معلش يا بتاع الامن بيتني عندك للصبح، ما اعرفش حته اقعد فيها. 3 ايام على كده فاتبهدلت. حتى اللي كان بيكلمني يقول لي تعالى، اقول له لا ما تجيش، ان الدنيا عندنا واحد اتنين تلاته بصراحه. يعني برضو ايه تجربه خضناها، وان شاء الله ربنا يكرمنا منها باذن الله. انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا ايه اتعلم على اني ما انغمسش في اللي هناك، ان هناك لو انت ايمانك ضعيف فانت خلاص كده هتنغمس جامد. وربنا يرزقنا ان شاء الله واياكم. ده كان فيديو بس على السريع كده بنسخن، ان انا والله العظيم حتى جاي بقالي فتره، يعني بقالي بتاع 10 ايام اجازه بس، والله العظيم من الضغط. يعني تخيل 5 شهور شغال بتاع فوق ال 12 ساعه، فضغط نفسي. وربنا يعلم بالفتره دي عدت ازاي، ولكن الحمد لله اننا رجعنا، وان شاء الله باذن الله تشوفوني في فيديوهات تانية. وكل الناس اللي كانت بتكلمني مش برد عليهم، انا اسف جدا والله العظيم، بس طبعا يعني قدروا الظروف ان انا مسافر وبتاع، مفيش الامكانيه حتى ان انا بفتح التليفون او بتاع قسما بالله. بس يا جماعه ده كان فيديو كده مبدئي، وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون احسن، ونقدم لكم حاجه باذن الله كويسه في الفتره اللي انا قاعد فيها ديت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.